يعني بنتكلم مثلا في 20 مليون يورو. تقول لي كم؟ اقول لك والله 20 مليون يورو. انت عايز تشتري اهم لاعب في النادي الاهلي، واهم لاعب في قاره افريقيا، واهم لاعب كان في كاس العالم في منتخب مصر. ولو الاهلي عايز ان هو يلغي التعاقد، اهلا وسهلا، احنا موجودين. يدفع الراتب بتاعه كاملا، العقد بتاعه كاملا لحد نهايه عقده، واللاعب يمشي. طبعا الحاج داري زهير استاذ في الكلام. هل فعلا في عرض من الشمال القطري وصل للنادي الاهلي؟ ايوه. وده مش اول عرض على فكره بالمناسبه. انا كواحد اهلاوي، انا اللي بكبر البطولات مش هي اللي بتكبرني. فانا مستغرب الحقيقه، بعض الناس اللي مستغربه انه فاز. طب ما هو انت لو مش عايز مصطفى شوبير يفوز، امال مين اللي هيفوز؟ معلش يعني مين اللي هيكسب؟ معلش يعني كريم الدبيس، هذا المظلوم اللي كان عنده يعني في ظلم بين واقع عليه الفترة الأخيرة. كريم الدبيس خلاص يا باشا، الأهلي هيجدد معاه وهيعدل له العقد بتاعه. خليني الأول أتكلم معاك سريعا عن إمام عاشور. إمام عاشور واللي اتحاد جدة، وأنا كنت اتكلمت معاك في الحوار دوت من مدة كبيرة، وقلت لك إنه اتحاد جدة السعودي هيقدم عرض رسمي قريبا للنادي الأهلي. النهارده كل الصحف السعوديه بتتكلم عن حاجه واحده بس، العرض اللي هيقدمه اتحاد جده السعودي للنادي الاهلي من اجل شراء اللاعب امام عاشور. مبدئيا كده من وجهه نظري وعلى حسب معلوماتي داخل النادي الاهلي، امام عاشور ليس مطروحا للبيع تحت اي حال من الاحوال. ده يقول لك يمين، ده يقول لك شمال، انا بقول لك بقى معلومه مؤكده عندي. طيب انت بتتكلم في اتحاد جده وعندهم سيوله وعندهم فلوس، والله لو الرقم وصل لرقم خزعبلي الاهلي صعب ان هو يرفضه، وقتها ممكن اقول لك اوكي. خزعبلي يعني زي ايه مثلا؟ يعني بنتكلم مثلا في 20 مليون يورو. تقول لي كم؟ اقول لك والله 20 مليون يورو. انت عايز تشتري اهم لاعب في النادي الاهلي، واهم لاعب في قاره افريقيا، واهم لاعب كان في كاس العالم في منتخب مصر. ده مش كلامي، ده هو تصنيف الفيفا لما حط تصنيفات كده، لاعبي منتخب مصر كان رقم واحد هو امام عاشور، وبعديه مصطفى زيكو. فلو انت عايز فعلا تشتري امام عاشور افضل لاعب في منتخب مصر، ادفع 20 مليون يورو. اما لو على الفلوس او حتى على السيوله بتاعه العمله الاجنبيه، الاهلي خلاص مش محتاج. انت بتتكلم في سيوله اجنبيه هتخش لك خلاص باستمرار من شركه فودافون بارقام فلكيه كل موسم. فالاهلي فكره ان هو يجري ورا الفلوس او ينتظر مقابل مادي عشان خاطر حفنه دولارات 4 5 6 8 حتى مليون دولار، مش هيجري وراها خالص. خصوصا لو بنتكلم على لاعب مهم جدا جدا عند الحسين عموته، من اولويات الحسين عموته للموسم القادم امام عاشور، من اولويات النادي الاهلي وهيبني عليه امور كتيره جدا داخل النادي الاهلي. امام عاشور هيتحط ضمن اعلى فئه في النادي الاهلي، اللي هتاخد تقريبا ما يقارب من 45 ل 50 مليون جنيه في الموسم. ده مقرر لامام عاشور، وانا بقول لك هتسمع قريبا جدا عن تجديد النادي الاهلي مع امام عاشور بهذا الرقم وهذا المبلغ. هتقول لي ازاي اعلى فئه اذا كان زيزو بياخد 100 مليون؟ قلت لك قبل كده وهرجع اقولها تاني، احمد السيد زيزو حاجه وباقي اللاعبين حاجه. يعني ايه؟ يعني احمد السيد زيزو حاجه من الاثنين، يا هيمشي من النادي الاهلي وهيتباع تمام، يا اما لو فضل حتى لو ما تمش الاعلان عن هذا الموضوع اعرف انه خفض الراتب بتاعه 50%. خلصت. احمد السيد زيزو مش هيكون اعز على النادي الاهلي من تريزيجيه اللي هو ابننا، اللي لما رفض ان هو يخفض الراتب بتاعه مشيناه. فنفس الكلام بينطبق على احمد السيد زيزو. الاهلي خلاص بالفئات الجديده انتهى الامر، اعلى رقم هيتاخد مفيش اعلى من كده هو 50 مليون جنيه، ومن ضمنهم اللاعب امام عاشور. فالاهلي ما عندوش نيه اطلاقا، وانا بقول له الاتحاد جده من دلوقتي لو قدمت 8 9 10 12 مليون يورو الاهلي مش هيوافق، الا لو الرقم زي ما قلت لك كان رقم خزعبلي، بنتكلم في 20 مليون يورو، وقتها هنديهولك وفي ايه بوسه. ولكن انا متاكد ان اتحاد جده مش هيدفع هذا الرقم في امام عاشور. خلينا يا باشا نخش على التيشيرتات، تمام؟ لانه تيشيرتات النادي الاهلي الحقيقه انا شخصيا عجبتني، ومش بس عجبتني، فيها شويه تقنيات دلع، فيها حبه يعني شغل دلع. اولا ده التيشيرت بتاع النادي الاهلي زي ما انت شايف كده، تصميم حلو، فودافون في النص، فوقيها هاير الراعي الثاني، خطوط سودا كده من الجنب ده ومن الجنب دوت، حاجه جميله كده وحاجه شغل رائع. وفوق ده كله بقى بص بقى الكلام اللي اتقال عن اديداس.
بتعلن شركة اديداس انه التيشيرت به تقنية تمتص العرق، تمام، وتوزعه لاداء جاف وبارد. انا اعتقد من وجهة نظري انه تيشيرت من ناحية الشكل رائع جدا، ومن ناحية المضمون والميزة دي حاجة فوق الممتازة. طبعا ده محمد الشناوي وهو لابس التيشيرت برضه، هو كمان من وجهة نظري انا شايف انه حاجة رائعة جدا. طبعا التقنية دي قديمة، خد بالك، يعني ما هياش جديدة، هي قديمة جدا، يعني يمكن بنتكلم بقالها يمكن 10 سنين ولا حاجة، ولكنه أول مرة يكون موجود في نادي مصري. مفيش نادي مصري قبل كده كان يملك هذه التقنية. شيرت رائع والله في منتهى الشياكة. عايز أتكلم معاك سريعا عن أزمة بتواجه النادي الأهلي بشكل كبير وكبير جدا جدا جدا. أشرف داري. وانا اشرف داري من اول يوم كان موجود فيه في النادي الاهلي، وانا عندي مش تعليق ولا تعليقين ولا ثلاثة، لا لا لا، انا عندي تعليقات كتيرة جدا على والده. والد اشرف داري الحاج داري زهير دايما كان بيتكلم اكتر ما ابنه بيلعب. طيب انت يا سيدي عمال تتكلم واخرها كان بيتكلم النهارده على موضوع عقد اللاعب اشرف داري في النادي الاهلي، وقال لك ان انا ابني عنده عقد وابني ملتزم بالتعاقد بتاعه مع النادي الاهلي، ولو الاهلي عايز ان هو يلغي التعاقد اهلا وسهلا، احنا موجودين، يدفع الراتب بتاعه كاملا، العقد بتاعه كاملا لحد نهايه عقده واللاعب يمشي. طبعا الحاج داري زهير استاذ في الكلام، وربنا يسامحك يا اللي في بالي. مين اللي في بالي؟ كابتن محمد يوسف بقى، ربنا يديله الصحه. لما كان ماسك مدير رياضي في النادي الاهلي هو اللي اصر على تجديد تعاقد اشرف داري. كان اللاعب عقده بينتهي، وانا جيت طلعت معاك هنا وكنت بلطم على الهوا بقول لك في كارثه هتحصل، محمد يوسف مصر على تجديد اللاعب اشرف داري. قلت لك هنلبس في حيطه سد، ولبسنا في الحيطه السد. اشرف داري اللي اتصاب اكتر ما لعب، اللي ما فاتش النادي الاهلي بربع جنيه، مخروم. الوالد بتاعه بيتشرط على النادي وبيقول لك انه والله لو انتوا عايزين تفسخوا التعاقد اللاعب بتاعي هياخد العقد بتاعه كاملا. هل النادي الاهلي هيغلب؟ لا خالص. النادي الاهلي ياما دقت على الراس طبول زي ما بيقولوا، فالنادي الاهلي مش هيغلب. اشرف داري هيمشي. النادي الاهلي لو عايز يخلص هيخلص، لكنه يظل اشرف داري هو اكتر واكبر المشاكل داخل النادي الاهلي. ليه؟ لان باقي اللاعبين امورهم سالكه، امورهم خلصانه وما عندناش فيهم مشكله. يعني مثلا لاعب زي لاعب رضا سليم او اللاعب زي محمد الضوي كريستو مثلا. محمد الضوي كريستو الاهلي خلاص قرب ان هو يوصل معاه لصيغه تفاهم بفسخ التعاقد بالتراضي وخلصنا. قريب جدا هتسمع ان الاهلي وصل لهذه الصيغه والامر انتهى. نفس الكلام بالنسبه لي اللاعب رضا سليم بقى مش فسخ تعاقد، لا، رضا سليم كده عنده اكتر من عرض، فبالتالي الاهلي حاليا هو اللي بيتشرط، عمال بيدرس العروض، عنده عروض من المغرب وعنده عرض من النادي المصري، فالاهلي هو اللي حاطط رجل على رجل وهو اللي عمال بيتشرط بالنسبه لموضوع رضا سليم. اما الازمه الحقيقيه بس موجوده في اللاعب اشرف داري، والاهلي برضو قادر ان هو يحلها. مبدئيا خليني اقول لك الحقيقه واقول لك الواقع. محمد علي بن رمضان حتى وقتنا هذا لاعبا في النادي الاهلي. حلو الكلام؟ طيب كل السوشيال ميديا بتتكلم في جزئية واحدة وحيدة، انه الاهلي مستني انه يوصل لرقم معين عشان خاطر يبيع محمد علي بن رمضان لنادي الشمال القطري. هل فعلا في عرض من الشمال القطري وصل للنادي الاهلي؟ ايوه، وده مش اول عرض على فكرة بالمناسبة، يعني ده مش اول عرض، كان في اكتر من عرض وكان في اكتر من اتفاق بين الشمال القطري وبين النادي الاهلي، منهم مثلا اتفاق المبادلة بتاع اكرم توفيق ومحمد علي بن رمضان وكل هذا الكلام. طب انا عايز اقول لك بقى الخلاصة في قصة محمد علي بن رمضان. اولا محمد علي بن رمضان علشان يكون يعني يرحل عن النادي الاهلي مفيش غير سبب واحد فقط هيخليه يمشي. ايه هو السبب دوت؟ ان يكون في محترف اخر النادي الاهلي عايز يجيبه فقط. يعني الموضوع ملوش علاقه بالفلوس. كل السوشيال ميديا بتتكلم في حاجه واحده، بتقول لك ان الاهلي مستني ان الرقم يوصل ل1,700,000 دولار عشان الاهلي يبيعه للشمال القطري. وانا بقول لك اهو من دلوقتي القصه ملهاش علاقه بالفلوس قد ما ليها علاقه بالمحترف الاخر اللي الاهلي ممكن يجيبه. لو المحترف دوت هيجي وقتها محمد علي بن رمضان هيمشي. طب هل انا عندي معلومه المحترف دوت اسمه ايه او بيلعب في انهي خط هجوم ولا خط نص؟ لا، معلومه واحده ما عنديش خالص. ولكن اللي انا متاكد منه ان محمد علي بن رمضان لحد
لحد دلوقتي مستمر ومكمل. اول ما تعرف انه الاهلي خلاص خلص وباع اللاعب، اعرف كويس قوي ان الحسين عموته طبعا بالاتفاق مع اداره النادي الاهلي اتفقوا ان هم يجيبوا المهاجم او اللاعب الاخر اللي هيكون محل محمد علي بن رمضان. مبدئيا فكره انه الاهلي يلعب في دوري الابطال او الكونفدراليه انا بالنسبه لي حاليا ما تشغلنيش في حاجه خالص. الاهلي هيروح دوري الابطال هيتالق، هيروح الكونفدراليه هياكل الاخضر واليابس. الاهلي حاليا بيعمل جيل يسيطر على كل البطولات محليا وقاريا، وهينافس بشكل قوي جدا دوليا. وده اللي انا قلته، انت محتاج مدير كوره قوي وائل جمعه، محتاج مدير فني ممتاز حسين عموته، محتاج صفقات عملاقه وجباره في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه. جبت منصف بقرار وجبت سفيان بن جديده وجبت صفقتين محليتين في الناحيه الهجوميه في منتهى الروعه، وهم علي محمود واقطاي عبد الله. بتعمل جيل جديد وبتعمل صفقات محترمه جدا هتفيد النادي الاهلي بشكل قوي في المنافسات. وانا بقول لك اهو من دلوقتي مع الرعايات الجديده، مع شركه فودافون، مع اقتراب خلاص حلم استاد النادي الاهلي، مع كل هذه الاموال وكل هذا التالق، انا بقول لك مع الاصلاح كمان اللي اتعمل في اوضه اللبس وتخفيض الرواتب، انا بقول لك النادي الاهلي لن يرحم الموسم القادم. انا مطمن جدا جدا على مشاركة النادي الاهلي في كاس العالم للاندية 2029. ما عنديش شك 1%. ليه؟ لان الاهلي هيكسب الكونفدرالية كده كده هيكسبها، تمام؟ والموسم اللي بعده هيكسب دوري الابطال كده كده هيكسبه. الاهلي كسب دوري الابطال، شكرا مع السلامة، راح لكاس العالم للانديه 2029 والدنيا انتهت. انا مش قلقان من القصه دي تماما. ولكن حتى وقتنا هذا رسميا لم يلعب النادي الاهلي في الكونفدراليه. ليه؟ لانه الاتحاد الافريقي لكره القدم المفروض وعلى حسب كلام باتريس موتسيبي هيعلن عن القرار النهائي بعد اجتماع المكتب التنفيذي. لحد دلوقتي ما اجتمعش، ولكن الاتحاد الافريقي حدد اليوم بتاع القرعه بتاع دوري الابطال وبتاع الكونفدراليه يوم 6/8، فهو مجبر في خلال يومين بالكتير قوي لازم يعلن، يا اما بالموافقه على الطلب بتاع هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية، أو بالرفض، ووقتها الموضوع خلاص هيكون اتقفل بشكل نهائي في قصة مشاركة الأهلي وهيشارك في الكونفدرالية. أنا عايز أقول لك من دلوقتي، أنا كواحد أهلاوي أنا اللي بكبر البطولات مش هي اللي بتكبرني مبدئيا. يعني انت بنفسك هتشوف، ويمكن بين سبورت تعلن عن هذا الامر والاتحاد الافريقي يعلن عن هذا الامر، انت هتلاقي نسبة المشاهدات في الكونفدرالية الافريقية تفوق اضعاف مضاعفة المشاهدة في دوري ابطال افريقيا. الرعايات، الاعلانات، الفلوس، يعني يمكن لاول مرة في التاريخ بطولة الكونفدرالية هتحقق عائد للاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلى من دوري ابطال افريقيا. وانا هو انت هو، وهتتفرج بنفسك وهتشوف. خليني برضه اقول مبروك لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيحصد جائزة افضل حارس في الموسم من ديرجست 2025-2026. بعض الناس لقيتهم مستغربين، معلش انا اسف يعني والله، بس يعني سؤال، هو في حد او في حارس في مصر يعرف يعمل اللي الراجل ده بيعمله؟ هو في حارس في مصر عنده امكانيات فنية زي مصطفى شوبير؟ هو في حارس اصلا عنده ثبات انفعالي وقوة شخصية من وهو لسه قد كده؟ من اول بطولة دوري ابطال افريقيا يلعبها مع النادي الاهلي، اول مرة اتاخد من ضل النار ساعة اصابة الشناوي لو فاكر في 2024 لما لعب معانا البطولة كاملة، وكان سبب رئيسي في ان النادي الاهلي يتوج بهذه البطولة. لا كان بيخاف ولا كان بيتهز، ما بيفرقش معاه بيلعب بره ولا بيلعب جوه، عملاق اسد واقف في حراسة المرمى. النادي الاهلي حقق البطولة وحقق كلين شيت تاريخي ليه لنفسه وللنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لو فاكر كان سجل فيه هدف واحد فقط لا غير. ده مين؟ ده مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عملاق حراسة المرمى في مصر وفي النادي الاهلي. فانت بتتكلم على حارس مش بس فنيا عالي، لا، قوة في الشخصية وثبات انفعالي ما حصلش. لو بيلعب قدام 120-150 ألف مشجع ولا هيفرق معاه. فاكر ماتش الجيش الملكي؟ كانوا بيحدفوه بالازايز، خد منهم الحاجة البية وقعد يشرب وبتاع، منتهى البرود، عادي جدا.
عادي جدا، لا بيتهز ولا بيخاف. ضيف على كده امكانيات جباره شفناها كلنا في كاس العالم. فانا مستغرب الحقيقه، بعض الناس اللي مستغربه انه فاز. طب ما هو انت لو مش عايز مصطفى شوبير يفوز، امال مين اللي هيفوز؟ معلش يعني مين اللي هيكسب؟ معلش يعني مصطفى شوبير طبيعي ومنطقي، مش بس في مصر، في افريقيا مفيش حارس يتقارن بيه. كريم الدبيس هذا المظلوم اللي كان عنده يعني في ظلم بين واقع عليه الفترة الأخيرة، كريم الدبيس خلاص يا باشا الأهلي هيجدد معاه وهيعدل له العقد بتاعه. يعني اللاعب كان تقريبا بياخد 2 مليون جنيه في الموسم. طبعا رقم قليل جدا جدا مقارنه بالارقام الثانيه اللي هي 10 و12 و15 و20، رقم يعني لا يذكر. النادي الاهلي خلاص هيجدد مع اللاعب وهيعدل له العقد بتاعه، الرقم هيوصل ل 6 مليون جنيه بالاضافه ل 2 مليون جنيه حوافز، يعني ممكن يصل معاه في الموسم ل 8 مليون جنيه. انا ليه مبسوط من الخطوه بتاعت كريم الدبيس دي؟ لان اللاعب ده اتظلم. اللاعب ده في وقت من الاوقات احنا كنا بنقول عليه خليفة علي معلول، وكان يعني لو كان استمر داخل الملعب وكان خد عدد مباريات اكبر انت كنت هتشوف شغل تاني وجو تاني خالص من كريم الدبيس مع النادي الاهلي. ولكن للاسف كريم الدبيس ظلم بشكل كبير جدا داخل النادي الاهلي، بالذات مع مارسيل كولر. وبتاع طبعا مارسيل كولر يعني عمل كوارث في اخر موسم ليه الحقيقه، يعني على الرغم انه حقق انجازات ولكن عمل كوارث مع الاهلي في اخر موسم ليه، عمل كل حاجه غلط من الاخر مع الاهلي في اخر موسم ليه. فاللاعب اتظلم. انا من وجهة نظري وجود كريم الدبيس جنبا الى جنب مع يوسف بالعمري الباك الشمالي الاساسي للنادي الاهلي الموسم القادم، دي هتكون اكبر استفادة بشكل كبير جدا للنادي الاهلي.